ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه يويو مجدي هاند ميد. النهارده فيديو جديد لكوفيه كروشيه بكل تفاصيلها، سهله قوي وحلوه جدا جدا جدا، ولا حد مبتدئ يقدر يخلصها ويفنشها بسهوله جدا. تعالوا نشوف مع بعض الخيط اللي احنا هنستخدمه النهارده. هو خيط برنسس سويت كيك. زي ما انتم شايفين هو جنجا. الكمية بتاعته كبيرة ان انا قدرت اعمل كوفيتين. هبقى اقسم لكم الفيديو على فيديوهين، فيديو للكوفية دي. زي ما انتم شايفين درجاتها تحفة تحفة تحفة. وهنعمل منها كوفيتنا النهاردة من نفس ده. يعني احنا بنتكلم ان ده بيديني فيها 400 متر، بتديني ان انا اقدر اشتغل كوفيتين. كل كوفية طولها حوالي 100 متر و30 متر و40، يعني كمان علشان انا كمان عاملاها عريضة يعتبر. زي ما انتم شايفين الغرزة وجمالها، غرزة سهلة جدا جدا لو حد مبتدئ، وفي نفس الوقت كأنها مدعمة نفسها. الشكل الشغل ما فيهوش فراغات كتير، وفي نفس الوقت شيك قوي 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 في اللبس، وبتدي الوان تحفة. ودرجات الجنجاء في الخيط ده عموما حلوة جدا. هنعمل عقدة البداية بتاعتنا زي ما احنا متعودين. بلف بس طرف الخيط معايا، واقوم سحبة من الدايرة او الحلقة اللي على الابرة، واقفل الغرزة كده، وابدأ اعمل عدد من السلاسل بحسب ما انا ناوية ان انا اعمل العرض قد ايه. فهنا عملت حوالي 20 سلسلة. ده كان عرض مناسب بالنسبة لي كحجم كوفية او العرض اللي هيكون على الكتف. فبنعمل عدد السلاسل حسب ما انتوا عايزين عرض الكتف قد ايه، بالشكل ده. وهبدأ ازود سلسلة واحدة عشان الارتفاع، وارجع ادخل في السلسلة اللي بعدها علشان اعمل غرزة الحشو بتاعتنا اهي. طيب هعيدها تاني كده بالراحة. يبقى انا بسيب السلسلة بتاعت الارتفاع وبدخل في السلسلة اللي بعدها، هسحب منها الخيط بالشكل ده، واسحب من الخيطين. يبقى انا كده عملت غرزة الحشوة بتاعتي. هدخل في السلسلة اللي بعدها، اسحب الخيط واسحب من خيطين الابرة تاني، وهكذا في كل سلسلة هدخل اسحب الخيط واسحب من الخيطين الخيط الجديد من الابرة، وهكذا لحد ما اعمل صف البداية بتاعتي. يعني انا بعمل كأن صف كده ستاندر هبدأ عليه الشغل، ان انا كل السلاسل دي هدخل فيها واعمل حشو. مع اعتبار حاجة بسيطة، بس ان انا كعدد كنت عدى الغرزة بتاعت اللي هي اول واحدة خالص، اللي هي المفروض عندها قفل الخيط، كنت عداها معايا، فهندخل فيها المرة دي. لكن في العموم وانتوا شغالين بعمل طبعا العقدة الاولانية مش بحسبها، بعد من بعدها عدد السلاسل، بس عشان ما نقصش الخيط واكمل لكم على شكل الكوفية اوريكم شكلها للاخر. ادي كده معايا اول صف، خلاص كده اتظبط تمام. طيب عايزين نرتفع ازاي؟ هعمل 3 سلاسل والف الشغل، والثلاث سلاسل اللي انا ارتفعتهم كأني اشتغلت على اول غرزة خلاص اهو. شايفين كأني اشتغلت على الصف ده. هسيب الغرزة اللي بعدها واخد لفة على الابرة وادخل في الفراغ اللي بعدها، يعني ده تاني فراغ بندخل فيه، واعمل عمود بلفة او سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ تاني، واسحب الخيط. خدت خيط على الابرة واسحب الخيط التاني، واسحب من اول خيطين وبعدين الخيطين التانيين. طيب تعالوا نعيد الخطوة دي تاني. اهو شايفين اتكون معايا الشكل ازاي؟ نفس الكلام، هسيب الفراغ ده وادخل في الفراغ اللي بعده، اخد لفة على الابرة، هدخل في الفراغ التاني، اسحب الخيط، يبقى معايا 3. هسحب من خيطين وبعدين 2 كمان، بعدين اعمل سلسلة وادخل في نفس الغرزة تاني بنفس الفكرة، اعمل عمود بلفة تاني. نفس الكلام، هسيب الغرزة اللي بعدها، اخد لفة على الابر وادخل في تاني غرزة، اسحب الخيط واسحب من خيطين وبعد كده من الخيطين الباقيين، واعمل سلسلة وادخل في نفس الغرزة تاني، اعمل غرزة كمان. هي يعتبر كأنها زي فكرة حرف الفي، بس في حرف الفي الاساسي ان احنا كنا ممكن بنعمل 4 غرز جوه الخانة اللي عليها الدور. فانا اشتغلتها انه يدوب 2 بس، اللي هو انا عملت الشكل وفي نفس الوقت ما استهلكناش خيط كتير، والصف خفيف او الكوفية عموما طويلة وخفيفة.
وبفضل مكملة على نفس النمط ده الصف بتاعي كله، ان انا يعتبر قصاد كل غرزة انا سبتها تحت انا عاملة قصادها سلسلة ما بين العمودين، فانا معوضة المكان اللي انا ما اشتغلتش فيه، فبيديني نفس العرض بتاعي او الطول بتاعي. هبدأ بس اشتغل بسرعة عشان نخلص الصف وهوريكوا ارتفاع الصف الجديد. الموضوع سهل قوي، كوفية مش هتاخد منكم حاجة، والغرزة كلها بعد كده هنبقى تكرار، يعني اما نطلع الصف التاني ووريكوا هنشتغلوا ازاي. الموضوع كله ما هو الا تكرار لنفس العملية، بجد جد سهلة قوي قوي قوي. واللي محتار في حاجة او لسه بيتعلم لأول مرة هتعيدوا بس الجزء الاولاني ده، مجرد ما هتفهموا الدنيا هتظبط معاكوا جدا جدا. اهو بالشكل ده وصلنا اهو لاخر واحدة عشان احنا عددنا مظبوط. ندخل فيها بس نحاول نفرد الخيط واحدة واحدة، نحاول ندخل في على الاقل خيطين معانا علشان يبقى الجزء ده مشدود مظبوط. دايما اول سطر ده اللي بيبقى مجهد شوية، بعد كده بتلاقيكوا خدتوا على الموضوع والدنيا ظبطت. او بشتغل عمود بلفة بقى عادي، واحد عمود واحد اهو بالشكل ده، يبقى العمود ده كأنه قصاد العمود الاولاني. شايفين اهو بدأ يظهر الشكل عندي. وما تقلقوش من البرمة دي، بتفرد معانا بكل ما بقى بنطلع الادوار اللي بعد كده، مفيش مشكلة. طيب هنبدأ نرتفع الدور الجديد ازاي؟ هنبدأ نشتغل هنا الارتفاع 3 سلاسل زي ما كنا ارتفعنا الدور الاولاني اهو، ونلف الشغل. هنشتغل المرة دي فين؟ في الفراغ بتاع ال7 ده، هو ده اللي انا هشتغل عليه. هشتغل ازاي؟ هاخد لفة على الابرة وادخل في نص الفراغ هنا واسحب الخيط، اعمل عمود بلفة وسلسلة والف الخيط تاني واسحب تاني واعمل عمود بلفة تاني في نفس الفراغ. طيب بعد كده هنشتغل هنا؟ لا، هشتغل برضو في حرف الفي التاني. يبقى انا برضو هاخد لفة على الابرة وادخل دايركت على طول على الفي هنا بالشكل ده، اعمل عمود بلفة وسلسلة وعمود بلفة تاني. مرة كمان بدخل في حرف الفي اللي عليه الدور وبشتغل فيه عمود بلفة وسلسلة وعمود بلفة. عشان كده كنت بقول لكم انتوا لو ركزتوا اول جزء خلاص الموضوع هيظبط معاكم جدا جدا. والدور الاولاني ممكن ما يبقاش، معلش ممكن ان انتوا ما تعملوهوش 20 سلسلة، تخلوه 21 هيظبط معاكم اكتر، علشان العمود الاولاني بتاع البداية وبحيث ان يتبقى عندكم في نهاية السطر الغرزتين، ان ما يتلاقوهوش يعني العدد باقي معاكم فردي. بالظبط كده، ونكمل للاخر بنفس الطريقة. طبعا بقى انا سرعت ايدي هنا شوية علشان بس احاول ابين لكم الشكل هيبقى عامل ازاي، ونشوف الفينش بتاعنا كمان هنظبطه ازاي. ندخل اهو لحد كمان اخر غرزة في السطر. دايما بحاول اوريكم دايما سواء في الكروشيه او في حاجة الخرز بداية السطر ونهاية السطر، لان دول بيفرقوا معانا جدا جدا. بصوا احنا عاملين الارتفاع 3 سلاسل، شايفين؟ هدخل في تاني سلسلة دي او اللي هي السلسلة اللي يعتبر في النص، باخد لفة وادخل فيها واعمل الغرزة بتاعتي، هدخل فيها يدخل تحت خيطين واسحب الخيط واشده براحتي واعمل عمود بلفة، ان بسحب من خيطين وبعدين خيطين كمان، وكده هتلاقوا الارتفاع ظبط معاكم، وفي نفس الوقت الغرزة عاملة نفس الفراغ اللي احنا ماشيين بيه او نفس الليمت او النمط اللي احنا ماشيين بيه. شايفين اهو كده السطرين بتوعنا وبدأ يبان الغرزة، كل ما بنطلع سطر بيبين السطر اللي كان قبليه.
وهكذا لحد ما بنرتفع كل الادوار بتلاقوا بقى الشكل العام مدي شكل حلو قوي قوي قوي، والغرزة كأنها يعني مليانة، او انه مفيش فراغات كتير رغم ان احنا شغالين في فراغات، لكن اجمالا هي بتدفي جدا والشكل حلو قوي. هنا كنت اصلا بدأت في الجزء الاول جربته قبل ما اعمل لكم الفيديو كده، مرضتش اقص الخيط، فانا هكمل بقى عليه واوريكم ان احنا هنقفل اخر سطر ازاي. انا كده خلصت الخيط بتاعي، طبعا درجات تحفة تحفة بجد، انا حابة الخيط جدا، حابة درجات الجنجاه بتاعته. وصلت لاخر صف، عايزين طبعا ان اخر صف ده يكون شبه السطر الاولاني اللي اوريدي احنا كنا عاملين. في السطر الاولاني لو تفتكروا كان خط سلسلة وكنا عاملين عليه غرز الحشو. طيب احنا نقدر نختصر ده ازاي دلوقتي؟ ان انا اقدر اشتغل فوق الغرز اللي هنا دي غرز حشو برضو، فهتديني نفس الشكل النهائي كأنه شبه البداية. وانا عندي ارتفاع السلسلة، احنا اتفقنا سلسلة واحدة فيعتبر بمثابة غرزة فوقيه، فهعدي الغرزة اللي هي فوقيها السلسلة وادخل في الغرزة اللي بعدها على طول واعمل حشو. طيب ودي ادخل هنا في السلسلة برضو اللي بعدها واعمل حشو. بصوا انا بدخل في السلاسل مش في الغرز نفسها. بصوا هنا تاني اهو، هحاول ابينها لكم شويه عشان هتلاقوا ايه الطرف بيلم معانا كده زي الطرف الاولاني. ليه؟ لان انا هدخل في يعني ايه في السلسله اللي فوق بس اهو. بصوا بدخل في السلسله تاني، بدخل في السلسله، بصوا الشكل ادتني فينش شبه التانية بالظبط. بدخل في السلاسل نفسها اهو، وهتلاقوا السلاسل اصلا باينه لكم، يعني السلسلتين اللي هم فوق كل غرزتين عمود بلفة هم دول اللي انا بدخل فيهم، ما بدخلش في اي سلاسل تانية، يعني حتى بعدي السلسلة اللي في النص ما بينهم. التاني اهو بدخل في السلسلة اللي فوق العمود بلفة وراه السلسلة اللي عمود بلفة التاني، ما بدخلش في حاجة تانية اكتر من كده اهو، لان لو دخلت اكتر من كده هتلاقوها طالعه واسعه او على واسع مش زي الادوار العاديه. وهنا زي ما احنا متفقين بدخل في السلسله اللي في النص واشد بس القطعه معايا اهو. يبقى انا بدخل هنا فوق السلاسل بتاعه العمود بلفه عشان تظبط معاكم، ونهيت هنا خلاص بعمل بقى واحده سلسله او منزلقه، شد الخيط بقى. هنا اشتغلنا فوق كل سلسلة لعمود بلفة، وهتلاقوا الوضع بقى خلاص شبه بعضه جدا، مش محتاجين نزود اي حاجة تانية. ومش باقي غير ان احنا نعمل تنظيف الخيط بإبرة التنظيف، ان احنا ندخله ما بين الغرز. بس في الاجمال بجد الكوفية حلوة جدا، وهقيسها لكم على الطبيعة اهو زي ما قسنا التانية هبقى منزلها لكم في فيديو برضو. هنا العرض بتاعها حوالي 15 سنتي، ده كمان لسه يعني ما كوناهاش وما فردناهاش. الطول بقى ما شاء الله لا طويلة، يعني طويلة نسبة ان احنا كنت عاملة كوفية تانية مع العرض بتاعها، فهي ما شاء الله طويلة. هقيسها لكم بالظبط برضو. وده كمان احنا مش شادين زي ما اقول ولا كوينها لسه. دي كده متر، واصلين لحوالي متر 39، يعني حوالي متر و40 سنتي. لما تتفرد بالكوي كمان هتدخل متر 45 سنتي، فاللي هو بجد طولها حلو قوي، والدرجات تحفة على الطبيعة. الدرجات انا مش ضايفه لها فلتر، يعني انا كملت الفيديو كمان في اضاءة الشمس عشان يبقى باين لكم الدرجات. بجد حلوة جدا جدا، واتمنى يعني ان انا اكون وصلت لكم الموضوع بسهولة. الغرزة سهلة قوي والفينش حلو. اي حد لو لسه بيتعلم الموضوع هيبقى سهل عليه. ما تنسوش لايك في الفيديو وشير كتير، وهستنى كومنتاتكم وتعليقاتكم.